إذا محتارين بالغدا وعندكم بس لحمة وطحين وبدكم أكلة تفتح نفسكم على الأكل، جربوا الصفيحة الملوكية على طريقتي بدون فرن وبالمقلاية، والعجينة ما شاء الله كأنها زبدة. صلوا على الرسول. خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله، وعندي نص كيلو من الطحين. رح أضيف على نص معلقة من الملح، 4 معالق من اللبن بدرجة حرارة المطبخ، عندي كاسة من المي الدافي رح أضيفها ونبلش نعجن. وضيفوا المي الدافي بالتدريج لحتى توصلوا لقوام العجينة المناسب. آخر شي رح أنعم العجينة بمعلقة من الزيت النباتي. نعمل لها عجنة مرتبة. وهون بدي أبلش أكور العجينة لكرات متساوية. رح أحطها على صينية بيها طحين وأريحها من نص ساعة لساعة. كل ما ريحتوها أكثر تريحكم بالشغل أكثر. وهون بدنا نحضر التبلة. عندي 3/4 الكيلو من لحمة الخروف المدهنة. رح أضيف عليها بصلة وسنين من الثوم مفرومين ناعم، حبتين فلفلة خضرة مفرومة ناعم، برش بندورتين، جرزة من البقدونس مفرومة ناعم، معلقة دبس بندورة، نص معلقة دبس فلفلة، فنجان صغير من دبس الرمان، ملح، فلفل أسود وبهار مشكل. ونبلش نعجن اللحمة لتصير عنا روح واحدة. وهاي صارت عنا أطيب طبلة للصفيحة. وهون بلش الشغل عن جد. رح ناخد قطعة من العجين ورح ألكها على الوجهين بالطحين. تمام. بعدين رح أبلش أضغطها بأطراف أصابعي ونفردها بالشوبك. رح نفردها طبقة جدا رقيقة، يعني إذا تمسكوا العجينة لازم تخايل بين إيدينكم بهذا الشكل. شايفين ما شاء الله أصابعي مبينة من وراها. رح أبلش أفرد اللحمة فوق طبقة العجين، بس طبعا خلوا الطبقة تبع اللحمة رقيقة مشان تستوي معاكم على الأكيد. شوفوا ما شاء الله على هالمنظر، كأنكم فايتين على محل فطاير. هون رح نمسك العجينة من طرف ونقلبها على ايدنا الثانية بهذا الشكل. وعلى المقلاية طبعا انا محميتها والحرارة بين الوسط وبين الضعيف. رح اسكر عليها وما تاخذ معاكم وقت ابدا. اهم شي انكم تراقبوها لحتى تاخذوا اللون الحلو وتتأكدوا انه اللحمة استوت على التمام. وبس والله. ملاحظة صغيرة انه البصل افرموه على محضرة الطعام يطلع شكله احلى، بس اهم شي تعصروه من المية الزايدة. جربوها على طريقتي، عن جد انه اكلة ملوكية وغير شكل. اكتبولي رأيكم بالتعليقات وبالعافية.